تتوقع حاكم يوقف حد السرقة؟ في عام من أشد الأعوام قسوة جاع فيه الناس حتى خافوا على أنفسهم، سمي ذلك العام عام الرمادة. أرض قاحلة، طعام نادر، وناس تبحث عن لقمة. في وسط هذا كله حدث أمر صدم الجميع. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقتها أوقف حد السرقة. نعم، الحد لم يطبق، ليس لأن الحكم تغير، بل لأن الواقع تغير، لأن الجوع شبهة. ففهم عمر رضي الله عنه أن العدل ليس نصا فقط، بل فهم للإنسان قبل الحكم عليه، لأن الحقيقة ليست في تطبيق الحكم بل في تحقيق العدل.